ازيكم يا فراولاتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا بقى النهارده يا جماعه. الفيديو بتاعنا النهارده ضرب نار. عايزه اقول لكم شويه الشوربه بتوع الكوارع دول، شويه الفته دول، لفوا اليوتيوب كله مش هتلاقوا طريقتي، لان دي طريقه ست الكل بقى، طريقه مميزه جدا. يعني لو مش بتحب الكوارع، مش بتحبوا الفته، اقسم لكم بالله هتعشقوها، لان الصينيه دي يا جماعه فيها كلها كده تكات وحركات وحاجات جديده كده، هتعجبكم جدا جدا. جربوا طريقتنا ويلا بينا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا يا جميل، لو اول مره بتشوفوني اتمنى تشتركوا عندي وشيروا الفيديو كده واضغطوا على علامه الجرس باشعار الكل. بصوا دي كده كوارع جبتها غسلتها حلو قوي قوي. تمام، الاول شيرتها على النار وبعدين غسلتها ونقعتها في ملح وليمون وبعدين غسلتها. بص عشان تعرفي الكوارع صغيره ما تاخدش تسويه كتير، تلاقي لونها كده لون العظمه، اللون اللي هو الازرق شويه الوردي شويه ده، دي تعرفي ان هي كوارع صغيره ومش هتاخد معاكي تسويه كتير. كده هي جاهزه خلاص على التسويه. تعالوا بقى نشوف الطريقه بتاعتنا. دي كده بصلايه كبيره وعليها طماطميه كبيره كمان، فرمهم مع بعض في الكبه، تقدري بالمبشره على ايدك خراطيم صغير زي ما تحبي. انا هسويها النهارده كده في حله الضغط، الحله اللي هي الكبس دي كده، لاني بصراحه بتسرع معايا الموضوع والوقفه في المطبخ. هنزل عليهم كده بالبصلايه والطماطميه اللي احنا فرمينهم في الكبه. بصي لو هتعمليها في حله عاديه نفس الخطوات دي. عندي هنا بقى الملح والفلفل وبهارات، ملح وفلفل ولوري وحبهان، وهنزل عليهم كده بميه سخنه. هتاكلي احلى شويه شوربه كوارع، حاجه كده ضرب نار. هغطي بقى الكوارع بالميه، حطي الكميه على قد الكوارع اللي انت عاملاها يعني. هقفل بقى الحله بتاعتي كده. ايوه كده، الله ينور. هاخدها بقى وارفعها على النار كده لغايه ما تستوي، نشوف هنعمل فيها ايه، لسه فيها تكات تانية. تمام كده، هسيبها تستوي. تعالوا بقى نحضر اجمد شويه عيش متبلين. عيش بقى متبل كده للفته يا جماعه، بيوديكوا في حته تانية خالص. قلت لكم الفيديو النهارده كله تكات وحركات وحاجات جميله قوي هتعجبكم. هجيب العيش كده، هاتي اي كميه عيش زي ما انت تحبي وقطعيها بالنظام ده كده، اي نوع عيش انت برضو تفضليه موجود عندك. هقطع الكميه كلها كده وتعالي نتبل العيش قبل ما نحمصه في الفرن. هديه كده ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الثوم البودر، وكمان احط بقى معلقه صغيره مليانه زعتر. الزعتر بيوديلكوا العيش في حته تانية خالص. عايزه اقول لكم ممكن تحمصيه كده وتحطيه في الفرن وتاكليه سناكس كده من غير حاجه خالص، رهيب. هقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه، وعليه بقى ايه معلقه زيت كبيره كده عشان العيش يتحمص يعني في الفرن، ياخد اللون اللي هو القمر اللي هتشوفوه دلوقتي. عايزه اقول لكم لما بعمل العيش بالطريقه دي وانا بعمل فته، ولادي بيفضلوا ياكلوه حواليا. بياكلوه كده بيحبوه يعني، من غير حاجه خالص، بيبقى متبل وعسل كده. هدخله الفرن بقى على درجه حراره متوسطه هاديه على الشبكه في النص، وهسيبه لما يتحمص. الفته بنعمل لها رز ابيض كده، رز مسلوق. ده نص كيلو رز عليه نص رتل من الميه، معلقه ملح صغيره، معلقه سمنه، وارفعهم على النار، ولما يغلي ههدي النار خالص واسيبه لما يستوي. تعالوا هنا بقى كده نعمل الطشه بتاعه الكوارع. الطشه دي يا جماعه رهيبه. توم وكزبره، معايا كده راس توم او معلقه توم كبيره مهروسه، عليهم نص ربطه كزبره. بصي لو ربطه الكزبره كبيره هتاخدي نصها، لو ربطه الكزبره تكون صغيره معاكي كده حطي الربطه كلها يعني كامله. هتقولي ما ينفعش كزبره ناشفه، لا ما تنفعش، هنفرمها في الكبه كده او في الهون، افرميها زي ما تحبي. تعالوا على النار بقى كده هنا، حط معلقه سمنه. لو عندك سمنه فلاحي ماشي، مش عندك خلاص حطي معلقه سمنه نباتي كده في الطاسه، وسيبيها بقى لما تسخن كده وتسيح خالص معاكي. هنزل بقى ايه كده بالكزبره والثوم. اي حاجه يا جماعه فيها كزبره وثوم متحمره بتوديكي في حته تانية، بتبقى الريحه اللي هي قلب الدنيا كده، بجد والله العظيم تدي الاكل طعم رهيب كده. هاقلبها بقى كده معاها على نار متوسطة، عشان الكزبرة كده وهي خضرا بتشرب معاكي السمنة بسرعة، فهدي النار لما تبدأ تتحمر معاكي، تبدأ البخار اللي السوائل يعني اللي في الخضرة بتبدأ تتبخر معاكي. هدي النار عشان متضطريش تحطي سمنة كتير او مادة دهنية كتير. هقلبها بقى كده لما تاخد معايا اللون الذهبي كده اتحمرت. تعالوا بقى نشوف الكوارع. في ناس لحد هنا خلاص هي دي شوربة الكوارع واستوت ومية مية ولوز العنب زي الفل. حابة تعمليها زي بالطشة دي جربوها رهيبة تحفة. هي كده الكوارع كانت استوت وحطيت لها الطشة وهسيبها تغلي غلوتين كده، وهرجع لها تاني. هغطيها كده وارجعها على النار تاني وهرجع لها تاني. كانت استوت الكوارع وطلعتها، خدت منها بقى ايه كام قطعة كده، هخلي كده كام واحدة يعني، وهاخد الكوارع اللي فيهم. الكوارع دي يا جماعة أكلة الوحوش، أكلة الناس اللي هم مزاجهم عالي.
الناس اللي هي القمر دي اللي صحتها مساعداها صلاة النبي عليهم. ربنا يديهم الصحة، والله بجد جميلة ومغذية ومش ما فيهاش دهون يعني ما بتزودش الوزن. تعالوا بقى حتة سمنة فلاحي كده أو أي حتة سمنة عندِك اللي تحبيه، معلقة كده صغيرة مش مليانة أوي يعني، عليها بقى معلقة توم كبيرة كده مهروسة، خدي بقى التكة دي من عند أم يوسف، إحنا هنعمل الصلصة بتاعة الفتة. أول التومة ما هتبدأ تصفر معاكِ انزلي عليها بنُص معلقة صغيرة من البهارات، نُص معلقة صغيرة من ال7 بهارات، تحفة، بتودّي لِك الصلصة في حتة تانية. هانزل عليهم كده بربع كوباية خل، شامين الريحة يا جماعة؟ حد شامم؟ أنا شامة، بجد ريحة رهيبة هنا. دول بقى طماطميتين كبار كده مقطّعاهم زي السلطة، مش هاضربهم في الخلاط، مش هاعصرهم، أنا عايزاهم كده متقطّعين زي السلطة. هاسيبهم يستووا معايا كده نُص تسوية، وأجيب بقى الكوارع اللي إحنا قطّعناها وأقوم نازلة بيها على الصلصة اللي إحنا عملناها الجامدة دي. عايزة أقول لكم ريحتها خطيرة، خطيرة بجد. اديتها كده نُص كوباية مَيّة صغيرة وهاسيبهم يغلوا مع بعض كده لمدة 3 4 دقايق على نار متوسطة وهاطفي النار. تعالوا بقى نقدّم الكلام الجامد ده مع بعض. تحفة يا جماعة والله العظيم رهيبة، جرّبوها بطريقتي بالتكّات اللي إحنا عملناها ديّة كده هتعجبكم أوي. باحب أنا بقى إيه أعمل الفتة صينية كبيرة كده، يعني مش باحب أعملها أطباق، أطباق كده لأ، هي تبقى البركة حاصلة كده لمّا نبقى كلنا مع بعض بناكله في طبق واحد. بُصّوا بقى العيش وجماله ولونه تحفة واتقرمش كده وبقى زي القمر، بتحطيه في الفرن على درجة حرارة هادية خالص على الشبكة في النُص، وهو بيتحمّص مع نَفْسه، ياخد الوقت اللي ياخده بقى بعد ما تلاقيه اتحمّص معاكِ بتطفّي النار عادي خالص. تعالوا بقى نحط على الوش كده شوية الكوارع الجامدين دول بالصلصة بقى ما أقولكوش، بجد رهيبة، حلوة أوي، وكمان الكوارع فيها فايدة كتير والله العظيم، في ناس كتير تقول لِك لأ كوارع لأ، ويسدّوا مناخيرهم بمشبك كده، لأ. بجد جرّبوها حلوة أوي، مفيدة ومغذية وما فيهاش دهون. تعالوا بقى نعمل تَكّة كده ونحط الطبق في النُص كده وعليه بقى شوية الشوربة والكوارع، شوية الشوربة دول ريحتهم بتقلب الدنيا. وطعمهم حلو أوي، بجد لو ما جرّبتوش الكوارع قبل كده والشوربة بالطريقة دي، جرّبوها على ضمانتي تعجبكم جدًا، حاجة كده زي الفل، والكوارع بقى مستوية كده ودايبة دوب، بتقول تعالوا كلوني. اتفضلوا معانا بقى. بُصّوا رهيبة، آخد بقى شوية شوربة كده، مش باحب أحط شوربة كتير على الفتة كده، باحب هُم بياكلوا واللي عايز يحط على قد ما هو عايز، هارُش بس رشة كده بالمعلقة على الفتة كلها. تحفة، تحفة، تحفة. ده كان الفيديو بتاعي النهارده، أتمنى لو عجبكم يا أحلى أخوات في الدنيا كلّها، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لقناتي مطبخ لوجي ومامتها، ولو حد عايز أي وصفة يكتب لي في الكومنتات وإن شاء الله هاعملها لكم. جرّبوها هتعجبكم، جاي رمضان بقى وبنعوزوا أكلات كتير وحاجات كتير كده، فتغيير يعني. مع السلامة، باحبكم في الله وأشوفكم على خير، باي باي.